تخيل معايا كده عطار بيستخدم مادة معروفة، كأنه ماشي في حديقة هو حافظ طرقها كويس قوي. آه، ماشي، هو عارف هو رايح فين بالظبط. لكن بقى عطار تاني قدامه مادة جديدة تماما لسه محدش عارف عنها كتير. ده بقى عامل زي المستكشف اللي واقف قدام غابة بكر ومجهولة. توصيف دقيق جدا. وهو ده موضوعنا النهاردة. رحلة المواد الأولية الجديدة دي في عالم العطور. هنتعمق سوا في التحديات دي والفرص كمان لما العطارين بيتعاملوا مع مواد خام جديدة خالص، سواء بقى يعني حاجات كيميائية لسه معمولة في المعمل أو مستخلصات طبيعية نادرة. بالظبط. وهنعتمد على أفكار أساسية من خبراء في المجال ده بتشرح لنا إيه اللي بيحصل بالظبط. الهدف بقى إننا نفهم إزاي العطار بيقدر يكتشف إمكانيات المواد دي والمخاطر اللي ممكن تقابله، وإزاي مادة ممكن تبان يعني ريحتها عادية في الأول، أو حتى ضعيفة. بالظبط ضعيفة، وبعدين تعمل فورة في تركيبة عطرية وتنجح نجاح كبير. هي فعلا مغامرة حتة التعامل مع مادة جديدة دي، زي ما قلنا المستكشف في الغابة ده محتاجة جرأة ومحتاجة صبر ومهارة كمان مش عند أي حد. مهارة إنه يشوف اللي غيره مش شايفه، صح؟ تماما. يشوف مسارات مش واضحة، مفيش ضمانات خالص، كلها احتمالات وتجريب. بس قوليلي، هل كل المواد الجديدة دي بتبقى غريبة قوي كده؟ يعني مجهولة تماماً؟ لا، مش بالضرورة. في مواد جديدة ممكن تفكرنا بروايح نعرفها، زي مادة مثلا زي لايرال، ريحتها زهرية ناعمة كده شبه زنابق الوادي. يعني بتفكر بمادة تانية معروفة زي الهيدروكسي سترونيلال؟ بالظبط. وفي نوع تاني بقى بيكون قريب لمواد معروفة في التركيب الكيميائي نفسه وفي الريحة، زي الساليسيلات C3 هكسينال. طب في الحالات دي العطار بيدور على إيه بالظبط؟ بيدور على قيمة مضافة، يعني يا إما يلاقي جودة ريحة أنقى أو ثبات أعلى أو سعر أحسن، أو طبعاً ودي مهمة قوي، درجة أمان أعلى على البشرة. فهمتك، يعني حتى لو المادة فيها حتة مألوفة لسه استكشافها ده شغلانة وتحدي كبير؟ أكيد طبعاً. أي مادة جديدة سواء بقى مبتكرة تماماً أو حتى قريبة من حاجة نعرفها، استكشافها ده بيحتاج خيال وقدرة ملاحظة دقيقة قوي. الشركات الكبيرة المعروفة لأنها بتيجي ومعاها زي كتالوج أو توصيات؟ بالظبط غالباً بتيجي معاها دراسات وتوصيات أولية كده بتسهل الدنيا شوية، وده يخلينا نروح لواحدة من أشهر القصص في عالم العطور عن المواد الجديدة دي، قصة الهايديون. هايديون وإدموند رودنتسكا وعطر أو سوفاج الأسطوري. الغريبة بقى إن ريحة الهايديون لوحدها على ورقة النشاف دي ضعيفة ومش مبهرة خالص، بيقولوا شبه شيء ياسمين خفيف قوي، صح، ريحة باهتة جدا لوحدها. لدرجة إن عطارين خبراء كتير وقتها طنشوها خالص، يعني تجاهلوا إمكانياتها تماما، لحد ما جه رودنتسكا واستخدمها بعبقرية في أوسوفاج. قصة هايديون دي فعلا فيها دروس مهمة قوي. أول درس: ما ينفعش أبدا نحكم على قيمة مادة خام من ريحتها الأولية كده على ورقة وبس، خصوصا المواد اللي ضغط بخارها منخفض، صح؟ بالظبط، نقطة مهمة جدا دي. طب فهميني أكتر، حتة ضغط البخار المنخفض دي يعني إيه؟ ببساطة يعني المادة دي بتتبخر ببطء شديد، فريحتها لوحدها في الأول ممكن تبقى ضعيفة قوي أو حتى مش ملحوظة. لكن ده مش معناه إنها مش مؤثرة. لا طبعا، بالعكس ممكن يكون ليها تأثير كبير وممتد في التركيبة كلها، تديها انتشار، ثبات، تبرز حاجات تانية. عشان كده لازم نجربها بتخفيفات مختلفة. يعني مش بس تركيزها الأصلي؟ لا، مثلا نجربها بتركيز 10% وبعدين نخففها أكتر ل1%، يمكن أقل كمان، عشان نقدر نفهم بتعمل إيه بالظبط جوه العطر. تمام، فهمت، ده يفسر ليه الريحة الأولية ممكن تخدعنا. طيب والدرس التاني من قصة هايديون؟ الدرس التاني واللي هو يمكن الأهم، إن الإبداع الحقيقي بيجي من الاستخدامات اللي مش متوقعة، اللي مش بديهية. يعني إيه؟ يعني هايديون دي أصلاً اتطورت في سياق دراسات عن ريحة الياسمين، بس رودنيتسكا ما استخدمهاش عشان يعمل عطر ياسمين. لا، هو حطها في تركيبة سيترس أروماتيك حمضية عشبية. بالظبط كده. وهنا بقى ظهرت قوتها الحقيقية، أضافت إشراق وهوائية وانتشار للعطر بشكل محدش كان متخيله. فالإبداع ما كانش في تقليد الياسمين، لأ، كان في الخروج عن المتوقع. وده يوضح قد إيه استخدام المادة بإبداع أهم يمكن من اختراعها نفسها. ورغم كده بنسمع كتير إن العطارين اللي بيكتشفوا الاستخدامات العبقرية دي آه، مش بياخدوا نفس التقدير اللي بياخده الكيميائي اللي حضر المادة في المعمل. دي حقيقة وملاحظة مهمة جدا. ولازم نضيف كمان إن قيمة بعض المواد الجديدة مش شرط تكون بس في ريحتها، أحيانا قيمتها بتكون في إنها بتحسن التكلفة أو الثبات. أو الثبات
أو الأمان زي ما قلنا. في الآخر تجريب العطار للمواد اللي لسه مش معروفة دي مساهمة قيمة جدا للشركة بتاعته، حتى لو مش كل التجارب نجحت. يعني هو استثمار في المستقبل. بالظبط. والتعاون بقى بين العطار بخبرته وحسه الفني والكيميائي الباحث بقدرته على التخليق والتحليل هو ده مفتاح الريادة والإبداع الحقيقي في الصناعة دي. يعني الرحلة بتبدأ بغموض ومغامرة زي الغابة المجهولة، وممكن توصل لاكتشافات تغير شكل العطور زي هايديون. وكل ده بيعتمد بشكل كبير على رؤية وشجاعة عطارين يمكن فعلا مش واخدين حقهم من التقدير. تماما. الابتكار مش بس كيمياء ومعادلات، الأساس هو العطارين اللي عندهم الجرأة والفضول يستكشفوا المجهول ده، اللي بيقدروا يشوفوا الإمكانية حتى لو الإشارات الأولية ضعيفة قوي. نقطة ممتازة نختم بيها المناقشة دي. وده يمكن يخلينا نفكر في حاجة أخيرة كده. لو الانطباعات الأولية دي ممكن تبقى خادعة قوي كده زي ما شفنا مع هايديون، إزاي ممكن نطبق ده في حياتنا أو في مجالات تانية؟ إزاي يعني؟ يعني هل في أفكار أو فرص حوالينا بنرفضها أو بنتجاهلها لمجرد إنها مش مبهرة أو واضحة من أول نظرة؟ يا ترى إيه هي الإشارات الضعيفة دي اللي ممكن نكون مش واخدين بالنا منها، بس هي في الحقيقة ممكن تكون شايلة جواها قوة تغيير كبيرة وغير متوقعة؟